عيالي ان انا اجي على نادي الزمالك. انا مستغرب ولو على حساب عيالي. لا مش مستغربها. لا معلش بقى، تعالى بقى ناخد الموضوع واحده واحده. الجدول ده حضرتك موجود من يوم ما ماتش الاهلي اتأجل بتاع الجونه بتاع الدور الاول لما طلع قرار الامن بهذا الكلام. مظبوط؟ مظبوط. حطينا الجدول وقلنا الكلام ده هيتلعب في اليوم الفلاني. مظبوط؟ تمام. جيل بيه لما كسبنا هناك في الامارات، راح طالع قال لي ايه؟ لو عمرو الجنايني راجل هيلاعبني الماتش ده. طب يا عم انا لا راجل ولا بتاع، ماشي. طلعت انا قلت ايه حضرتك لو حضرتك تتذكر؟ قلت انا مش هاجل ولا ماتش بناء على ما يطلبه المستمعون. انا باجل الماتش بناء لو الامن قال لي لا، او لو افريقيا عدلت. مظبوط ولا مش مظبوط؟ مظبوط. واعتقد الموسم كله ما حصلش تاجيل ولا ماتش الا بحاجه من الاثنين. وحضرتك وانا بكلمك كده دلوقتي، لو لقيتني يعني كوركت مي اف ام رونج، لو لقيت في حاجه غلط وقفني. ماشي؟ ما ينفعش، مفيش بقى. لا حلو قوي. جينا النهارده الامن بعت لي جواب قال هنلعب. خلاص قلت يبقى هنلعب. مش هلعب وهتشوفوا مين ومش هاجي ومش هعمل ومش هسوي. اتجاب اليوم اللي قبلها عند وزير الرياضه، قال له البلد بتقول كذا وهتلعب الماتش. هتلعب الماتش. طلع انا راجل دوله وهروح العب الماتش. حلو كده؟ حلو. لما يجي بقى لحضرتك تقرير من وزير الداخليه بمحاضر رسميه معموله فيه، بيتقال ان هو نزل العيال تشخ ونزل العيال بكذا ونزل العيال بكذا وكذا وكذا وكذا. تعمل ايه حضرتك؟ ماشي، بس هو دلوقتي حصل ظروف قهريه في البلد يوميها. لا 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 قهريه، ظروف قهريه. غيرك راح البحير راحوا. ما هو عملوا ايه؟ حلو كده؟ كسر الرصيف على الدهيل. ما حصلش. ده فيديو موجود يا معلم. والنبي اصبر بس. لما انت النهارده ممشيينه بحمله قدامه، الضابط يقول له انا بقول لك السكه مفتوحه. راحوا نازلين واقفين بعرض الكوبري 6 اكتوبر، هم اللي موقفين السكه. حصل الكلام ده بقى بايه؟ بمحاضر رسميه. ما تقوليش كسر ومش كسر. انا اي كلمه يقولها انا على اساس ان ابو بكر الصديق هو اللي بيقول كده يعني. لا ما انا مش بتكلم عليه هو، انا مش بتكلم عليه. احنا فيديو الاهلي احنا شفناه والحكم وصل متاخر احنا شفناها. يا فندم وانا اجلت الماتش ساعه. حصل ولا ما حصلش؟ ما ده ماشي، ده بيحصل بقى لو هما الفريقين موافقين على كده. لكن افرض دلوقتي ان فريق بقى اتلكك، ان اصلا حصل ظروف قهريه واتلكك. بقول لك ايه بص، انت بتتكلم عن الموضوع ده يعني الموضوع ده مقفول تماما من الدوله. خلاص تمام. ووزير الداخليه بعت لي تقرير بيتقال فيه، وهو على فكره ما هو قدم تظلم والتظلم اترفض، بس هو ما طلعش يقول. لا تظلم في ايه؟ في ال3 نقط ولا في الماتش ولا في عدد الماتش؟ الماتش بالشكل ده هو يا عم نروح بالعيال الصغيره وخلاص خلص. لا ده انا اقترحت عليه، انا كلمته واقترحت عليه، قلت له لو انت خايف من نتيجه كبيره العيال هتنزل، واحد هيضرب بالشالوت هياخد طار. بقى طالما انت بتكلمه كسمه ده نبقى واحد. تمام. نمره 2 انا بقول لك بس استنى معاك خلينا بس في الاخر. نمره 2 لما يتكلم على سيد السياد اللي جابوا امه لامه بتاعت محشي. هو عيبه ان لسانه طويل. هو عيبه ان لسانه طويل. لا بص يا ماجد بيه، انا عمرو بيه، يوسف بيه، حسن باشا الجنايني، واخد بالك؟ اما ده يتكلم عليا انا بالشكل ده ويطلع يتكلم يقول لك اصل مراته ما اعرفش ايه. مراتي مين يا ابن الاحبه؟ انت تجيب واسطه عشان نشخ عليك. مشكله يعني ده هو لا عند امه الكلام ده. وانا بس اللي عايز اطمنه لك، انا ما بعاقبش نادي الزمالك على حس مرتضى منصور. انسى هذا الكلام خالص. يقطع دراعي قبل ما اعاقب نادي الزمالك. ما هي المشكله في ايه دلوقتي؟ هقول لك. بص، هو التظلم اللي هو قدمه اللي هو في قصه اعاده المباراه ده حاجه مستحيله، ده حاجه اصلا مفروغ منها، ما فيهاش نقاش اصلا. ولا 3 بونت ولا دي لائحه. انا لو ما طبقتش اللائحه، يبقى انا معارض وانا مش معارض. ماشي، بس خد بالك، هقول لك على حاجه. دي بره فيها التماس ان في ظروف. يا سلام خليه يطلعوا بره. اطلع بره. واقسم برب الكون لو طلع بره واتقال له ان ال6 بونت مش ال3 بونت، ال6 بونت بتوعه، اسعد واحد في الدنيا هيكون موجود هو انا
شوف بقى، ايوه ايوه. وحياه احفادي لو خد 6 بونت كمان مش 3 بونت انا يا عم هتحزن لك ورق. انا مش احنا كنا بنقعد نغني ونرقص مع، يعني انا اللي بستغرب له ان احنا كنا بنقعد نرقص مع بعض، والفرحه بشوفها في عينك. يا فرحه ابني مش انا مش طبيعيه. هظلم ومش هعرف، انتوا بتتكلموا فيها يا جماعه. ما هي دي مشكله. انا هاجي على نادي الزمالك. مستحيل. انت النهارده لو انت رئيس اتحاد الكوره، انت لو رئيس اتحاد الكوره هتعرف؟ مستحيل. رد عليا، هتعرف؟ موافقك في الكلام، انا موافقك. يا عم الرئيس الكلام اللي هو بيقوله ده كلام ناس متخلفه. وانا عيب بس ان انا اطلع تقرير من وزير الداخليه يتقال فيه وقف كذا بمحاضر رسميه. هقول لك ايه تاني وبعدين اللائحه انا كان ممكن اتلكك واقول 6 بونت فوق ال3. خد بالك. ايوه مش كده ولا ايه؟ هو ده قانوني، ده ده ما فيش نقاش. لا من 3 ل6. من 3 ل6. خد 3 ما خدش 6. انا معاك في ده، بس برضه بتبقى فيها ايه، خد بالك قصه ان الاتوبيس بتاع الاهلي لا كسر. ما فيهاش. ده لو جبت لك الفيديو يا عم مفيش الكلام ده خالص، مفيش يا سيدي. لو جبت لك الفيديو من بكاميرا الاهلي. حلو قوي، الداخليه هي اللي بتوسع لهم السكه. فاهمني؟ اوكي، يعني حصل، يعني كانت الدنيا واقفه، يعني البلد كانت واقفه يا ابني. ومين قال لك الدنيا؟ طب ما طول عمر الدنيا بتمطر في كل حته والماتشات بتتلعب. لا اليوم ده المطره ما كانتش طبيعيه اليوم ده والله. والتانيين وصلوا ازاي في الاخر؟ بقول لك كسر الطريق والحكم راح متاخر. يا خلاص مش انا بقدم التقرير ده في اسم امبابه. خليهم يا عم بلاش كلام مع الرصيد بقى يا عم المجد والنبي. كلام ما فيش يا عم الكلام ده. هو انا هيكون في حاجه ممكن اتلكك بيها ان انا ما اخصمش على الزمالك؟ مش هعملها. ما كلام يا ماجد اذا كان نتكلم مجنون يبقى مستمع. ايوه. اما يجي لي تقرير من وزير الداخليه ان وقف العيال تشخ على الكوبري، وان وقف الكوبري بعرض الكوبري. هي دي مشكله. وعملوا له محاضر. نزلوا عملوا له محاضر رسميه. اصل الاتوبيس هيتش. هو ده كلام. انا قلت له خلاص قرف. لو انتوا بتفهموا الكلام ده، لو انت بتقول له انا زي ما بقول لك، لو انت بتقول له قول له كوس امك. انت بتخيط من الزمالك. ما هو انت في دي عندك حق، يعني في النقطه دي عندك حق جامد. يعني ما هو وانا قلت له نزل العيال، والعيال تضرب شلوت في قلم. خلاص الطرد هيترد 4 خلصت. ويطلع يتكلم يقول لك ايه هم ما راحوش. ايه ده؟ انت بتضحك على مين؟ انت بتتريق على مين؟ ايه يا احمد يا موسى هم ما راحوش؟ ما اعرفش، انا كنت نايم، بس انا ما اعرفش ايه. طيب ماشي. انا بقول لك بقى البلد اتهزت من رئيس الجمهوريه الاصغر صباح فيها بسبب هذا الموضوع. وديني واسلامي. رئيس الجمهوريه اللي ما يعرفش الكوره شكلها عامل ازاي سال على هذا المعقوله مش عارفين تامنوا مصر. ده للامن. فالامن راح مأمن نفسه. صح. 1 2 3 4 بالمستندات والمحاضر وبعت لي هذا الكلام. تقول لي اصل وفصل. انت بتتكلموا في حاجه يعني ايه ده؟ موضوع القيد ده ممكن يتأجل؟ لا مش هيحصل. مش الكلام ده. عشان خاطر هما بيلعبوا عليها لعبة جامدة وبيقول لك بقى يا عم بس بقى بلاش. بقول لك ايه؟ مش هيحصل يعني. ارمي يلا. مش حبيت حبيبي يا مدير. انت عارف انا بحبك وبعزك جدا وزعلان قسما بالله. حبيبي يا مدير. حبيبي ربنا يخليك. حسن.